ايه الفرق بين خريج هندسه زراعيه وخريج زراعه في مجال الري واللاندسكيب في سوق العمل؟ ما فيش فرق يعني. ما فيش فرق، ولكن مهندس هندسه زراعيه الاكثر ميولا الى شبكات الري، بيبقى دارس اكتر هذه الويليام ومعادلات الاحتكاك والفاقد والتصرفات والكلام ده، ودارس كمان شويه مساحه ودارس كمان اوتوكاد. فطبعا مهندس الهندسه الزراعيه بيبقى مايل اكتر ان هو يكون مهندس شبكات ري مش بستنه. البستنه دي بتاع زراعه، ولكن السوق بيقبل مين اللي اشتغل. انا زراعه شغال شبكات ري من اكتر من قبل اخش الكليه اصلا شغال شبكات ري. فبالتالي لما طلعت من الكليه كملت شبكات ري، ومع ذلك معايا الزراعه. ولكن الاساس ان انت تشتغل، يعني مش الاساس، يعني ده الاكتر. انا لو مهندس حديث تخرج جالي شبكات ري ببقى عايزه يشتغل هندسه زراعيه، ببقى عايزه يشتغل شبكات ري. طيب هو هندسه زراعيه ومش متاح ليه غير يشتغل زراعه، بيشتغل زراعه وبيبقى شاطر على فكره. يعني الشاطر ان هو يجتهد، مش ان هو خريج ايه. ولكن هو الفرق في سوق العمل، هندسه زراعيه اولويته ومجاله وخبرته اللي خدها من الكليه انه يشتغل شبكات ري، مش مش زراعه، مش بستنى يعني. تمام كده.